أنا كنت ناوية أقول إن مسلسل شهادة معاملة أطفال بتاع هنيدي سامج ودمه تقيل ومش بيضحك. شات اب. بس بعد ما شفت كمية الهجوم اللي على محمد هنيدي على السوشيال ميديا بجد صعب عليا، فبصراحة هغير كل الكلام اللي هقوله بكلام تاني خالص. قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال بسرعة كده للي ما شافش المسلسل بتحكي عن محامي مشهور بخيل ورزل ومحدش بيحبه وممكن يعمل أي حاجة حتى لو شمال علشان يكسب القضية اللي شغال عليها. المحامي ده بيعمل حادثة بالعربية وبيدخل في غيبوبة لمدة 20 سنة، وبعد ما بيفوق من الغيبوبة بيلاقي إن بنته كبرت ومراته اتجوزت واحد تاني، وبيدخل في تحدي إنه لازم يتعامل مع التغيرات اللي حصلت في ال20 سنة اللي فاتوا من ناحية حياته الشخصية وكمان من ناحية تطور التكنولوجيا والحاجات اللي حصلت وما يعرفش عنها أي حاجة. انت متأكد يا عبد الستار ان انت عايز تركب الترند؟ انا مش عارف هو كام راكب. عايزين يعملوا معاك تيك توك وبودكاست وليله. ايه بودكاست ده؟ بس بعد الهجوم المرعب على المسلسل وعلى هنيدي خلاني أغير كل الكلام اللي أنا عايزة أقوله. أنا بجد طول عمري بحب هنيدي جدا، والحقيقة إن هنيدي بقاله فترة ما قدمش حاجة تضحكنا زي زمان، وآخر فيلم فاكراه كان بيضحكني بجد كان فيلم أمير البحار. بعد كده مفيش حاجة علقت معايا، بس برضو أنا بصراحة مش مع الناس اللي بتقول إن هنيدي خلاص راحت عليه وكبر وما بقاش بيضحك. أنا شايفة إن المشكلة مش في هنيدي نفسه، المشكلة في الفكرة والسيناريو اللي بيتقدم. كان في شجرة لب ابيض هنا، انا زارعها بنفسي، راحت فين؟ أصل الكوميديا في الأول وفي الآخر هي فكرة، الفكرة اللي بتخلي أي فيلم أو مسلسل ينجح، ولو السيناريو والحوار ذكي أي ممثل يقدر يطلع أحلى ما عنده. هنيدي موهبته وخفة دمه لسه موجودين، بس هو محتاج فكرة جديدة تكسر الدنيا زي أفلامه بتاعت زمان. أنا كنت شغالة فترة كده في بيت من أي نوع؟ بيت مشبوه. مشبوه من أي نوع؟ بتقول لك بيت مشبوه. ما المشبوهين كتير، في مخدرات، في دعارة. دعارة إيه بيت؟ إعارة يا حاجة، إعارة، بنتك طالعة إعارة. مسلسل شهادة معاملة أطفال مشكلته في القصة والسيناريو مش في تمثيل هنيدي. انا هزهق روحي. هزهقها، انا زهقان وهزهق روحي اهو. والدليل على كده ان حتى سماء ابراهيم اللي عامله دور طليقه هنيدي في المسلسل مش لذيذه خالص، مع انها عامله مسلسلات جامده قوي دلوقتي وبتضحك جدا. بصوا اللي حصل مع محمد سعد كان اكبر دليل، طول عمره بيتهاجم انه دوره واحد وما بيغيرش شخصيه الليمبي وما بقاش بيضحك زي الاول وخلاص راحت عليه، لكن لما اشتغل على قصه حلوه وسيناريو قوي زي ما حصل في فيلم الدشاش قلب الدنيا. انا مقتنعه ان هنيدي يقدر يعمل حاجه جامده جدا، بس مستني الفكرة الحلوة اللي تليق عليه. عايزة أعرف رأيكم بصراحة، شايفين إن هنيدي فعلا راحت عليه ولا لسه قادر يرجع يكسر الدنيا؟ اكتبولي في الكومنتس إيه أكتر فيلم أو مسلسل بتحبه لهنيدي. أنا بصراحة بعشق فيلم جاءنا البيان التالي، حتى لو شفته 100 مرة كل مرة بيضحكني جدا. بقى نعمل ده كله وانتوا تعملوا صفقة وتتشاروا على قفايا؟ انسي يا عفت. والآن أعزائي المشاهدين، هذه كانت إحدى حلقات الكشف عن التهديدات التي تعرض لها الأستاذ الصحفي الشريف فؤاد صالح. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من أمام إحدى بيوت الدارة. باي باي يا قطة. كفاية كده عشان أنا تعبت.